طب من معسكر الرجاله كده، ايه النصايح اللي تديها للبنات اللي تعرف عن طريق بقى يعني التواصل على السوشيال ميديا او الشات عموما انه الراجل ده يعني مش مينفعش كده في الارتباط، او هو من الاخر يعني بيلعب بيها او مش جد؟ هو هو كده للاسف. كده كوسيله، هي اصلا مش، انا بصراحه ضدها، يعني ضد التعرف والعلاقات هو بتاعت السوشيال هي انا ميديا. بصي مش ضدها، انا بعتبرها وسيله من الوسائل، امم بس هي زي ما انت بتقولي كده بالظبط، هي خطر شويه. كتير. لان في ناس بتستغلها، انا عايز اتعرف على بنات كتير قوي، او امم عايز اتعرف على حد، بس صح. انا مش جد، او انا مش هاخد خطوات امم جديه في او انا الموضوع. متجوز، او انا او لا، متجوزه دي للاسف، يعني دي للاسف للاسف. بتحصل، موجوده طبعا. وكده مش خيانه، خد بالك في ناس للاسف مش بتعرف ان دي كده خيانه. لا، تعتبر خيانه طبعا، اه بس طبعا هو اكيد. الفكره اني انا برضو ما احكمش على الشخصيه، مم. ان كده كده لازم لما ابدا اشوفه وابدا اتكلم معاه صح. اوكي، لكن مم. لو حد لازم ابقى برضو، حتى لو اتعرفت عليه على السوشيال ميديا، اكون عارفه مصدره ايه، بيشتغل فين، منين، يعني ما اجيبش حد غريب قوي، يعني لازم يبقى فيه مم. برضو على الاقل عشان اقلل الخطوره اصدقاء شويه. مشتركين حد اصدقاء مثلا. مشتركين، حد من اه معارف حد اقدر اسال عليه. صح. لكن حد يبقى مجهول قوي، اعتقد مم. ان الخطوره بتبقى كبيره جدا مم. جدا، وبالنسبه للبنت الموضوع كمان، عشان هيبقى تلاقي ناس كتير قوي تحاول تعرف عليها على السوشيال ده ميديا، حقيقي، ده حقيقي. فالموضوع يبقى فيه خطوره كبيره جدا يعني. صح، معاك وفي بنات حق بحس فعلا. هم بتخاف وبترفض الموضوع تماما، زي ما انت قلتي، انا رافضه الموضوع بتتقفل، تماما، ده لا، حقيقي، بتبقى صح. خايفه اصلا. صح. بس لو لقيت حد كومن او حد مشترك ما مم. بينهم، قدرت تساله او تطمن الولد ده كويس او نيته كويسه، مم. مفيش مشكله، واي نوت يعني. صح صح. انا اتفاجئت ان في علاقات كمان ناس اتجوزوا حقيقي ناس عن طريق انا السوشيال اعرف ميديا، انا اعرف ناس وكتير انا اعرف ناس وكتير. اصحابي ارتبطوا من خلال السوشيال ميديا. ده حقيقي. بس كانوا تعارف برضو في الاول، بس مم. بداوا بقى ينزلوا مع بعض ويتكلموا مع بعض وكده. صح اكيد بس طبعا. من نفس الكوميوني او من نفس المجتمع، يعني ان مم. هم برضو كان في ناس ده كومن او حقيقي، كده ده حقيقي. يعرفوا بعض. صح لكن ما طبعا. كانش مجهول الهوية تماما يعني. لا اكيد، ما بس هيبقى الوضع صعب، ممكن فعلا يعني يضحك عليا او تضحك عليا في كل تفاصيل حياتها، وحصل. شكلها مم. ودراستها، يعني خلاص للاسف. بقى عالم افتراضي نعيش فيه زي ما احنا عايزين.